هاي النهاردة التلات 9 ديسمبر، وده لو انت حاسس بتأنيب ضمير ومش بتذاكر او مش بتعمل اللي وراك فانا وجدت حل. بصوا يا جماعة، في حسبة كده، غير طبعا ان احنا لازم اول حاجة ان احنا نتوكل على الله، ولازم ان احنا نفوض امرنا لربنا ويكون عندنا يقين وايمان ان عادي ما حصلش حاجة، يعني مش هيحصل حاجة، انه as long as ان احنا قاعدين بنسعى وبنكمل وكده. بس انا عارفة الكلام ده احنا بنسمعه كتير واحنا كلنا عارفينه، واحيانا مش بنعرف نطبقه، يعني احيانا بيكون صعب ان احنا انه يطمنا، فبنكون لسه برضو قلقانين وحاسين بالذنب ومش عارفين ان احنا عادي بنسعى. فالحسبة اللي انا وجدتها هي بصوا، اول حاجة احنا كده كده اصلا هنموت، ماشي؟ sooner or later literally. بقى ازاي بقى؟ يعني لو احنا هنموت مثلا let's say، يعني لسه عندنا وقت، يعني هنموت let's say قصدي حاجة و80 سنة، فلسه عندنا وقت طبعا. او 80 سنة عندنا وقت لسه. لو احنا في العشرينات فهنقول مثلا هحسب لكم من اول 30، من سن ال30، عشان في العشرينات احنا قاعدين بنعك مش عارفين احنا بنعمل ايه. بعدين ايه؟ بنبتدي في الحاجة اللي فعلا هنكمل فيها مثلا let's say من 30 سنة. اهو عندنا من 30 ل70 سنة. ل70 سنة على فكرة الناس بتكون لسه يعني مخها فيها عادي. بعد ال70 بيبتدي ايه؟ يعني مش بنفس الريت. انا جدتي ما شاء الله يعني كانت كملت لحد ال70، وماما معاها زمايلها في الشغل عندهم 70 سنة وعادي مكملين، دكاترة في الجامعة يعني. فلتس ان احنا لحد 70 هنقدر. حتى KFC اعتقد عمل KFC بعد 60 او بعد 70 سنة حاجة كده عملها، يعني في سن كبير جدا. وبصوا دلوقتي بقت عاملة زي هو مات وسابها، بس هي كبرت يعني. احفاده بقى وعياله هم اللي يستفادوا. المهم، فلتس ان احنا عندنا حد 70 سنة، عندنا لسه 40 سنة. 40 سنة نقدر ان احنا نعمل ونحقق كل اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا قاعدين متوترين بسببه. تمام، لتس سي بقى لا، الاعمار بيد الله طبعا كالعادة يعني، وربنا هيتوفانا قبل كده في سن الصغر، الحمد لله، خير وبركة، ده احسن كمان وكمان، لان كده مش هنتعب في الهم بقى بتاع الدنيا والقلق اللي احنا فيه ده، مش هنكمل فيه كتير. فاحنا في الحالتين كسبانين الحمد لله. بس طبعا محتاجين ان احنا ايه، يعني لو احنا هنموت بدري محتاجين ان احنا نبتدي شوية نعمل لاخرتنا عشان احنا عشان ما نروحش في داهية. لكن لو احنا عندنا لحد ال70 سنة فهو واحدة واحدة، وان شاء الله يعني هنزيد ونزيد ايمانا وهنزيد في الدين وكده، يعني عندنا وقت بس محدش يعرف امتى بقى. فعشان كده دي طبعا رسالة برضو ايه، يعني قصدي حكمة من كده، ان احنا طبعا اهم حاجة نهتم بيها كل يوم هي ان احنا وردنا مع ربنا، يعني مش شرط ورد قرآن بس، يعني قصدي بقى عامة ان احنا نتطور في الدين اهم حاجة، عشان لو اخدنا بدري بدري فيكون فعلا خير وبركة، ما يكونش بقى عذاب في القبر والحاجات دي احنا مش عايزينها خالص. ولو متأخر فالحمد لله احنا عندنا اهو 40 سنة. بصوا انا حسبت لكم من ال30، يعني انا مدياكوا ايه 10 سنين تعكوا فيهم براحتكم. من بعد ال30 بقى ومن اول ال30 مش هسترسكوا انكم تبقوا productive قوي بقى، او تبقوا يعني اسمها ايه productive، يعني منتجين. مش هسترسكوا خالص، بس على الاقل يكون عندكم فكرة ان هنبتدي في الطريق ده، بس كبداية تعرفوا بدايتكم هتكون فين في ال30. اما قبل كده انتوا براحتكم بقى. توفاكوا الله وانتوا في العشرينات، فانتوا كده يعني محظوظين جدا، لان خلاص انتوا بس طبعا ايه زي ما قلت لكم ما ننساش اخرتنا عشان نتنعم في القبر يعني. فتوفاكوا الله في العشرينات، انتوا يعني كده خلاص، انتوا مش عايزين حاجة بقى، بلا بلاننج، بلا شغل، بلا مذاكرة، بلا هبل. بس الحمد لله دي حاجة انا بحاول اصبر نفسي بيها بس. ولو انتوا عندكم مذاكرة او كده فخفوا شوية عادي، انا هديكم النهاردة اوف عادي، انا هديكم الاذن. انا لما كنت في الجامعة يا جماعة كنت لازم اي يوم اوف اتصل بماما اخد اذنها، لو ماما انا عايزه النهارده ما ذاكرش عادي، تقولي يا حبيبتي عادي، يلا خروجي بقى وايه صيعي. بس فنفس الحاجه انا هو بديكوا الاذن. ودي مسج لصاحبتي عشان هي كانت قاعده محروقه قوي عن المذاكره، هي اصلا بتراجع يعني، هي في طب برضو وقاعده بتراجع بقى، عندها فاينلز وكده، بس هي طبعا حاجات يعني مميته، يعني عندها مش عارفه جراحه وبطنه وكل حاجه هتمتحن فيها خلاص اخر امتحان، هي سينيور ما شاء الله عليها. فالموضوع صعب فعلا، انا متفهمه، بس عادي انت كده كده اصلا ايه
زي ما قلتلك، يا هتموتي بكرة يا هتموتي وانتي عندك 70 سنة، في وقت لسه متقلقيش. بس شكرا، دمتم سالمين. Thank you, bye.